أم سعود تغيرت حياتها، وأشياء كثيرة في بيتها صارت غريبة. ولدها الرضيع يبكي إذا حضنته، وزوجها صار يبعد عنها وما يقعد في البيت، وهي صارت تتمنى تموت وترتاح. جابت لها خادمة عشان تساعدها، طلعت ساحرة دمرتها. حياكم الله. قبل نبدأ قصتنا اليوم، أتمنى تدعمون أختكم بالاشتراك في القناة. في حي صغير شمال الطايف تعيش أم سعود مع زوجها وعيالها الثلاثة. ولدها الكبير عمره 14 سنة اسمه سعود، والبنت اسمها جود 6 سنين، وآخر العنقود نواف عمره شهرين. أم سعود كانت توها والدة نواف، وهي موظفة في مستشفى القوات المسلحة. قبل ما تولد بشهر، زوجها قال لها: أدري إنك ما تحبين الشغالات، بس ضروري نجيب شغالة عشان تساعدك وتمسك الأولاد وانتي في دوامك. أم سعود كانت رافضة تدخل شغالة ببيتها، لكن زوجها أقنعها وقال لها: نخليها عندنا 6 شهور أو سنة، وبعدها ننقل كفالتها. وبالفعل استخدموا خادمة إندونيسية، وجتهم شابة بشوشة اسمها نينا، تشتغل أكثر من اللي يطلبون منها، تطبخ وتغسل وتكوي وتلعب مع الأطفال. قالت أم سعود لزوجها: توفقنا بالخدامة الحمد لله. حتى أخوات أم سعود كانوا يقولون لها: يا حظك بالشغالة، ما قد شفنا أحد يشتغل مثلها. نينا دخلت البيت في رمضان، وأول أسبوع كل العائلة كانوا يمدحونها. سعود يقول: يوم ما نينا تسوي الكبسة أحسن منك. وجود تعلقت فيها بسرعة وتلعب معاها دائما. وبعد ولادة أم سعود كانت نينا تساعدها بكل شيء، وتمسك الرضيع نواف وتجهز للملابس والحليب حتى تعود عليها. وكان إذا بكى ما يسكت إلين تجي نينا وتشيله وتحضنه. أم سعود ما كانت مرتاحة، ومرة قالت لزوجها: نواف تعلق بهالشغالة بشكل مو طبيعي، إذا أخذته منها يبكي وما يسكت إلين أرجعه لها. قال زوجها: معناته إنه يرتاح معاها، وهذا شيء كويس عشان إذا رجعتي عملك تكوني مطمنة وهو معاها. مع الأيام بدأت الأوضاع تتطور. نواف صار يرفض حليب أمه نهائيا، ما يرضع إلا إذا نينا تمسكه وتعطيه الحليب بنفسها. وبنتها جود دايم عند الشغالة في غرفتها. أمها مرة سألتها: ليش ما تجين معانا في الصالة؟ قالت: نينا يا ماما تحبني وتعلمني الرسم. وفي أحد الأيام ولدها سعود دخل البيت يمشي على أطراف رجوله، ومعاه كيس ومتوجه لغرفة نينا. أمه لمحته وقالت له: سعود. قال: نعم يمه. قالت: وش فيك تأخرت؟ وش الكيس اللي معاك؟ قال: هذا أغراض من المكتبة، طلبتها مني نينا. أخذت الكيس منه، قالت: هات أشوف. ولقيت مقص وغراء ودفتر وإبرة خياطة. استغربت وعلى طول نادت الشغالة، قالت لها: أنت طلبتي من سعود يجيب لك هذه الأغراض؟ قالت: إيوة ماما، عشان أعلم جود كيف ترسم. قالت: ترسم بمقص وإبرة خياطة؟ أنت مجنونة. مرة ثانية إذا بغيتي شيء كلميني أنا، مو ترسلين الولد الصغير كل ليل. أم سعود تقول: بس قلت لها هالكلام لقيت نفسي ممددة على سريري، وحسيت الغرفة تدور فيني. فتحت عيوني وأشوف أبو سعود جنبي. قلت له: إيش جابني هنا؟ وأنت متى جيت؟ قال: بسم الله عليك، أنت نايمة لك 8 ساعات، والظاهر كنتي تحلمين بكوابيس. أم سعود تتذكر اللي صار زي، طلعت تدور ولدها سعود، وكان في غرفته يلعب بلاي ستيشن. قالت له سعود: نينا أرسلتك للمكتبة؟ قال: أمي إيش تقولين؟ نينا ما عمرها طلبت أجيب لها أي شيء. طلعت على طول وراحت لغرفة الشغالة، فتحت الباب بقوة، لقيت نينا وبنتها جود جالسين يرسموا. حطت عينها في عين نينا وشافت شيء خوفها وما خلاها تقول ولا كلمة. قفلت الباب ورجعت غرفتها وهي تصب عرق. قالت لزوجها: أنا تعبانة. زوجها قال: سلامتك، يمكن عندك اكتئاب بعد الولادة، وإن شاء الله تصيرين بخير. جود البنت الصغيرة صارت تفز في الليل وتجي عند أمها تبكي. ومرة قالت لها: ماما إذا رحتي الدوام نينا ترفع نواف فوق مرة. قالت أمها: فوق فين؟ أشرت جود على سقف الغرفة. قالت: وش كمان؟ قالت جود: نينا تمشي وهي نايمة في الظلام، تروح المطبخ والنور مطفي، وكل يوم ترسل سعود يجيب لها أغراض. أم سعود خلاص قربت تنجن، وكل ما جات تواجه الشغالة تلاقي نفسها مثبتة على سريرها. أم سعود اتصلت على أمها بجدة وقالت لها اللي صار. قالت أمها: أنت كيف تسكتين؟ هذه سحرت بيتكم كله،
لازم تبلغين الشرطة. أم سعود قالت أمي اتصلي أنتي بالشرطة. نينا كانت قريبة من الغرفة وسمعت المكالمة، على طول راحت غرفتها بسرعة، أخذت جوالها واتصلت بواحد من نفس جنسيتها موجود في الطايف وبلغته باللي صار. قال لها بسرعة خذي قارورة موية وحطي فيها شعر أم سعود اللي عندك وروحي عند باب غرفتها ورشي الموية. وفعلا نفذت اللي قال لها. دقايق وجات الشرطة ودقت الجرس. فتحت الشغالة نينا الباب، بعدين راحت لأم سعود قالت ماما بوليس عند الباب. جت أم سعود وقال لها العسكري في بلاغ جانا من والدتك إن عندكم شغالة خطيرة عليكم. قالت الله يهديها، أمي كبيرة في السن يتهيأ لها أشياء غريبة وبعض الأحيان تقول كلام مو صحيح. هذه شغالتي نينا اللي فتحت لكم الباب، في المطبخ تشتغل وأولادي نايمين ولا عندنا أي مشكلة. قالوا خلاص بنقفل البلد وإذا احتجتي شيء اتصلي على طول. جت نينا بعد ما راحوا الشرطة عند أم سعود وقالت ماما أنتي مرة كويس. نزلت أم سعود عند رجول نينا تبغى تسلم عليها. نينا قالت ماما ما في خوف، خلاص روحي غرفتك. أبو سعود صار يرجع من الدوام تعبان وعصبي ويروح ينام بدري وعياله ما عاد يجلس معه. أم سعود بدأت تحلم أحلام غريبة، تشوف بنتها جود مربوطة في شجرة وأحيانا تشوف نواف ولدها مرمي في حفرة. أمها اتصلت بعد يومين تشوف أخبارها. قالت إيش سويتي مع الشرطة؟ قالت خلاص يا أمي انحلت المشكلة وكل شيء صار تمام ما يحتاج شرطة. الأم ارتاحت وحست إن في شيء وكلمت ولدها عبد الله وشرحت له الوضع. على طول عبد الله راح لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبلغ. وقتها كانت جود في غرفتها ترسم في كراستها، رسمت وجه نينا لكن بدون عيون وحولها 3 قلوب لونتها بالأسود وكتبت كلام كثير بس مو مفهوم. سألتها أمها وش الرسمة هذه يا قلب أمك؟ قالت جود في رسمة مثلها تحت سرير نينا، هي لفتها وربطتها بشعر ولصقته بالغار. أم سعود خافت على بنتها مرة، أول مرة تحس قلبها بيطيح رغم إن حتى هي مسحورة، لكنها راحت غرفة نينا وفتشت تحت سريرها ما حصلت شيء، لكن شمت ريحة غريبة مثل ريحة أعشاب متعفنة طلعت من غرفتها ما قدرت تتحمل. في اللحظة ذي وصل أخوها عبد الله ومعاه 3 شيوخ جلسوا في السيارة، جو من غير موعد. أم سعود سمعت الجرس وراحت تفتح. قالت مين؟ قال أنا أخوك عبد الله افتحي. فتحت قالت هلا عبد الله حياك، عسى ما خلاف. قال أنت بخير؟ في أحد يهددك؟ قالت لا ما في شيء أبد، كلنا بخير وعافية. قال طيب ادخلي غرفتك معايا ضيوف. راحت أم سعود غرفتها ودخلوا الشيوخ البيت، بدأوا يقرؤون القرآن في البيت ويدخلون غرفة غرفة ومعاهم قوارير موية مقري عليها يرشونها في كل مكان. بعد 5 دقايق الخادمة طلعت من غرفتها ووجهها متغير، عيونها حمراء، وراحت لأم سعود تقول مدام أنا صداع أنا موت. وأول مرة تبكي وترجع وتطلب إجازة ترجع بلدها. أم سعود نادت أخوها عبد الله، قالت شوف الخادم مدري وش فيها. عرف عبد الله إن شك أمه في محله وإن الشغالة ساحرة البيت. على طول بلغ الشيوخ واتصلوا فورا على الشرطة ومسكوا الشغالة. الشيخ دخل غرفتها وفتش أغراضها، لقي شنطة قماش صغيرة فيها قصاصات شعر وأظافر، ورقة مطوية فيها رموز وطلاسم. الشيخ شاف الأغراض وقال هذا مو سحر عادي، هذا سحر تفريق وسيطرة ومكتوب بطريقتهم الخاصة. سألهم وش أكثر غرفة تصير فيها المشاكل؟ قالت أم سعود المطبخ وغرفة نواف. راحوا هناك، الشيخ شم ريحة مو طبيعية وقال هنا في دفين والله أعلم. طلب منهم يحفرون خلف الغسالة القديمة وفعلا طلعوا علبة صغيرة ملفوفة بكيس فيها صور الأولاد، ورقة مكتوب فيها طلاسم وفيها دم ناشف. وفي اللحظة ذي وصل أبو سعود وواجه نينا، قال لها وش سويتي فينا حسبي الله عليك. الخادمة انهارت واعترفت إن فيه شخص في قريتها يعطيهم سحر ويقول لهم إذا البيت ما فيه قرآن اسحريهم كلهم وسيطري عليهم. الشيخ بدأ يقرأ وبدأت جود ترتعش وتبكي وتقول في شيء في الغرفة يقول ما يبي يطلع. الشيخ استمر وأم سعود تقرأ على نواف، وفجأة
نواف يبكي بكى قوي، وبعدها نام لأول مرة من شهور. الشيخ قال: السحر مفك الحمد لله، لكن البيت محتاج تنظيف كامل، موية مقري فيها وأذكار وسورة البقرة كل ليلة. وفعلا استمر، وجاء اليوم الثالث رجعت الضحكة للبيت. أبو سعود صار يرجع بدري، جود صارت ترسم ورود، ونواف صار يرضع من أم سعود تقول: نجانا الله ولحقت علينا أمي. سبحان الله، الأم إحساسها ما يخيب. وتعلمت إني ما أترك بيتي بيد أغراب. وجود بعد فترة قالت لأمها: يمه، نينا كانت تحط شي في الأكل، بس أنا ما قلت لك عشان خفت. اللي صار خلى العائلة ما تفكر تستخدم خادمة أبدا، وصاروا يتأكدون من تحصين بيتهم يوميا. لا تنسون تذكرون الله وتصلون على النبي. وبكذا نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وشاركونا رأيكم في التعليق.